السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في قناة طريق الثراء. موضوع حلقة اليوم: التضخم المالي. التضخم المالي مصطلح اقتصادي يقصد به ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، الأمر اللي ينتج عنه انخفاض القدرة الشرائية لعملة البلد، حيث تقل قيمة المال في القدرة على الشراء كلما ارتفعت أسعار السلع. كما يمكن القول أيضا إن التضخم المالي هو تدهور قيمة النقود عندما ترتفع أسعار السلع والخدمات نتيجة لزيادة كمية النقود بالنسبة إلى كمية السلع والخدمات. وهناك تعاريف كثيرة للتضخم المالي، فمن أبرز هذه التعاريف الاقتصادية التعريف الاقتصادي المشهور لكينز: التضخم المالي هو الذي يؤدي إلى ارتفاع نفقات الإنتاج والأسعار دون أن تصحبه زيادة في حجم الإنتاج. كما وصف الرئيس ريغان التضخم المالي بأنه تضخم عنيف مثل المجرم، ومخيف مثل لص مسلح، ومميت مثل رجل قاتل. وهناك تعريف آخر لهانسون يعرف التضخم المالي بأنه يحدث التضخم عندما يتقدم حجم القوة الشرائية باستمرار على إنتاج السلع والخدمات، بحيث يكون هناك اتجاه مستمر لارتفاع أسعار كل من السلع وعوامل الإنتاج بسبب المعروض من السلع والخدمات. وهناك تعريف آخر لسيلفرمان، جاء هذا التعريف التضخم المالي كالآتي: التضخم هو الاسم الذي يطلق على التوسع في المعروض النقدي، سواء بالعملة أم بالائتمان، بما يتجاوز المبلغ الذي تبرره الحكومة للتجارة. وهناك تعريف آخر لجون ماينارد كينز: التضخم المالي هو نتيجة زيادة الطلب الكلي على العرض الكلي المتاح، ويبدأ هذا التضخم الحقيقي فقط بعد التوظيف الكامل. فهناك بعض الكلمات والمصطلحات الاقتصادية، فإذا كان هناك التباس فيمكن لكم تخلوا لنا التعاليق فنجاوبكم في الخاص. حسنا مشاهدينا الكرام، كنتمنى ينالكم إعجاب موضوع حلقة اليوم، وفي موضوع آخر، والسلام عليكم.